اللي هيجاوب السؤال ده ليه مني 1000 جنيه. اذكر لي، ها ركز معايا، اذكر لي كم مرة سجل امام عاشور هدف واعتذر لجماهير الاهلي. ها صعبه صح؟ صعبه صدقني صعبه. يعني ايه يا جدعان؟ يعني ايه لعيب كل ما يجيب جون يروح يعتذر ويعمل كده للجمهور، والجمهور بكل يعني توطية راس بيوافق عادي على الاعتذار؟ انا ما شفتش بجد يعني قله كرامه وعدم كرامه بالطريقه دي يا جدعان. مش كده يا جدعان. طبعا انت كشخص زملكاوي دلوقتي قاعد بتسال نفسك بتقول ازاي جمهور بالبجاحه دي بعد لعيب ما بيعمل معاهم كل ده بيسامحوه عادي؟ انا ممكن اقول لك ليه جمهور الاهلي بيسامح امام عاشور. بص، هو جمهور الاهلي بيبقى قاعد يقول لك ايه ده، انا لو قلبت على امام عاشور كده هشمت جمهور الزمالك فيا، فلا انا هصالحه عشان خاطر بس ايه جمهور الزمالك ما يحفلش عليا، ابيع مبادئي وابيع كرامتي عشان بس اشوفش لحظه جمهور الزمالك وهو بيشمت فيا بعلاقتي مع امام عاشور. لا بصراحه حلوه، بصراحه جميله. واحنا برضو يا جدعان غريبه مننا شويه، يعني احنا باصين على اللي بيعمله امام عاشور وسايبين الفتره اللي هو كان اصلا قبل ما يخش فيها الاهلي كان بيشتم الرموز وبيشتم وبيشتم، مش هنرجع نعيد ونفتح نفس القصه تاني؟ فاللي قبل على نفسه وسامح ودخله النادي اكيد هيقبل الاعتذار بعد كده. يعني انا جبت لك الاجابه من الاخر عشان انت اكيد بتقعد تسال نفسك هما ازاي بيسامحوا، هما ازاي بيعملوا، فانا جبت لك الاجابه. مثلا انا قاعد اهو دلوقتي مستني المشكله الجديده اللي يعملها امام عاشور عشان بعدها اشوف هو بيعمل كده الماتش اللي بعده هو يعني بيعتذر يعني.